مبابان 3 مباريات 4 نقاط، وبلاتينيوم ستارز نقطة واحدة. على كل فريق المولودية تعادل خارج الديار مرتين، وهذه محاولة خطيرة. جول 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 جول. نقاش يؤكد مرة أخرى هشام أنه هداف الفريق. نعم، هشام نقاش يسجل بعد مرور 5 دقائق فقط. يتمكن هشام نقاش من فتح باب التسجيل لفريق المولودية. وهذه الجماهير، جماهير المولودية شنوة، الجماهير الكبيرة والعريقة التي شوف ملعوبة جميلة والهدف بالرجل اليسرى. نعم، هشام نقاش يفتح باب التسجيل في هذه السهرة الرمضانية بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. إذن هكذا التقدم 1-0 لمولودية الجزائر. الاحتفاظ بالكرة والتمريرة. جول 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 جول. يا سلام عليك، يا سلام على النقاش، يا سلام على نقاش. أشرنا بالبداية وأشاروا زملاء بالاستوديو أنه عاد بقوة وسجل أهداف، وها هو يسجل هدفين. يا سلام على نقاش، ويا سلام على التمريرة الرائعة، والهدف الثاني 2-0 لفريق المولودية. يا سلام يا سلام، كم نريد أن نشاهد مثل هذه اللقطات. تمريرة على شوف على طبق من ذهب وممتازة، والهدف الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، كم كانت رائعة هذه الكرة من عواج، كم كانت هذه الكرة رائعة من سيد أحمد عواج. والهدف الثاني لنقاش، هداف هذه الأمسية وهذه السهرة الرمضانية. 2-0. هنا الحديث بعد هذا الهدف الثاني. يا سلام عليك، يا سلام على نقاش والهدف الجميل، رائع جدا. 2-0 لفريق المولودية. المولودية مثل ما أشرت في البداية قادر أن يسجل 3-4 أهداف، ولم لا، يريد أن يتأهل اليوم للدور ربع نهائي. شوف ده، يعني جماهير مثل هذه ينبغي أن لا نخيب أمال الجماهير الرائعة. ينبغي أن تكون هذه الجماهير يعني سعيدة بهذه النتيجة وبالفوز وبالتأهل. كرة ملعوبة والهدف الثاني 2-0. يا سلام يا سلام، كم كان رائعا. يا سلام عليك يا نقاش، جميل جدا. و2-0. إذن يتفرج الكرة الجهة اليمنى من هناك راح تكون عالية. رشيد بوهنا سيكونزي، تصويب من هناك. والهدف في الدقيقة 73. التغيير ربما جاء وقت التغيير. نقول منذ قليل حذاري الكرات هذه فيها بعض التساهل والتراخي تعب بالنسبة للمولودية. وهذا الهدف في منتهى الروعة، هدفان مقابل هدف لصالح المولودية دائما. نعم، فيه تاريخي. شوف الكرة يعني في الوسط كان لازم يضربها، يعني الجانبية من اللاعب بوهنا. فعلا شوف، لا صعب على كل، مستحيل على اي حارس ربما. نعم، كانت صعبة، لكن شوف اللاعب بوهنا كيفاش خرج الكرة، يعني في الوسط عند انطلاق الكرة وعند خروج الكرة من بوهنا. من المفروض انه تخرج على الأجنحة، واللاعب بوهنا ضرب الكرة يعني في المحور